محتمل ما يكونش حد قال لك قبل كده، بس الغرض من كل القصه بتاعت اللبس والشياكه والستايل دي هي ان جسمك يبان في احسن مظهر. لو انت مش موديل معضل وسيم طوله 185 سم، يبقى في حاجات في مظهرك اهم من النوع او اللون، زي المقاس والتفصيله والخامه. وعلى فكره ده مش معناه انك لو طويل تقدر تلبس اي حاجه براحتك، انت لسه محتاج ابعاد مظبوطه، ودي كلمه السر في فيديو النهارده: التوازن والابعاد. السلام عليكم، انا مصطفى وائل. والطول واحد من ابعاد الجسم اللي لو فهمتها وعرفت ايه اللبس المناسب لكل واحد هتفرق كتير قوي في شكلك وستايلك. وانت ممكن يبقى طولك 160 سم وشايف نفسك اكبر راجل في العالم، انت حر. انا مش بتكلم في صفاتك الشخصيه دلوقتي، انا بتكلم في الملابس. نبدا بلو انت طويل يعني 150 وطالع، وبالذات لو كنت 190 او اكتر. في الطول ده انت مش محتاج خالص تبان اطول، انت محتاج تبان اعرض. قليل جدا لما تلاقي شاب طويل قوي وفي نفس الوقت جسمه حلو او عنده كتله عضليه كبيره. جزء من ده بسبب ان العظم الطويل محتاج عضلات كتير عشان تغطيه، وجزء عشان الكسل عادي زي اي حد في الدنيا. عشان كده لازم طريقتك في اللبس يبقى الغرض منها مش انك تبان اقصر، لا انك تبان اعرض او اكبر. نبدا بالتلبيس او الفت. كل ما كنت اطول كل ما ستايل الاوفر سايز او الواسع بقى لايق عليك اكتر. انا مش من فانز الترند ده، بس لو انت طويل وحابب تلبس اوفر سايز في التيشيرت او البنطلون مفيش مشكله. برضو تفاصيل اللبس زي جيوب البنطلون او البنطلون الكارجو ممكن تساعدك جدا لو رجلك رفيعه قوي او خله سنان زي ما بيقولوا. برضو عايزك تبعد تماما عن السكيني فيت، انا مش بنصح بيه اي حد، بس لو انت طويل ورفيع فالسكيني هيخلي شكلك ارفع، فبلاش منه خالص. ممكن تلبس سليم لو رجلك مش صغيره، او الافضل ريلاكسد او ستريت فيت، بالذات لو رجلك رفيعه، وده عشان ما تبينهاش ارفع. كمان بفضل في الطول ده انك تزود طبقات في لبسك على قد ما تقدر. الجواكت والفلانلز هتديك حجم كويس في الجزء العلوي وهتخلي ابعادك مظبوطه وشكلك احسن. بالنسبه للالوان فالسر دايما هو ان الجزء اللي عايزه يبان ارفع واطول تلبس فيه حاجه باللون الغامق، والجزء اللي عايزه اعرض او اقصر تلبسه باللون الفاتح. فلو جسمك كله رفيع حاول تخلي اغلب الوان لبسك بشكل عام بالوان فاتحه. لو رجلك كويسه بس جسمك من فوق رفيع ممكن تلبس تيشيرت او قميص فاتح، والعكس صحيح. نقطه تانية لازم تاخد بالك منها وهي تناسب المقاس مع الطول. لو طولك 190 سم بس جسمك رفيع قوي هتلاقي ان المقاس المناسب ليك غالبا هو سمول، وبالتالي هتلاقي قطع كتير قوي قصيره عليك زي الجواكت والتيشيرتات، وبالذات البنطلونات اللي ساعات من كتر ما هي قصيره ممكن تفتكرها بنطكور. لازم تاخد بالك من النقطه دي وتعرف ايه البراندات اللي تلبسها طويل شويه ومناسب لجسمك وتشتري منها على طول. اخيرا لو في فرق كبير بين جسمك العلوي ورجليك، يعني رجلك طويله قوي او رفيعه قوي، فانصحك تلبس بنطلونات فاتحه. الجينز الفاتح والابيض والبيج والرصاصي وغيرها من الالوان الفاتحه هتساعد رجلك انها تبان اقصر شويه واعرض، فيبقى شكلها مناسب اكتر لجسمك. يعني هنوصل للهدف بتاعنا وهو التوازن. ولو مش فاهم نقطه التناسب بين طول الجزء العلوي والجزء السفلي، عايز استخدم مثال قريته في كتاب قبل كده، مثال عن شخصيتين في المجال الرياضي. الاول هو مايكل فيليبس، سباح طوله 193 سم، والتاني هو هشام الكروج، عداء مغربي طوله 176 سم. المبهر ان الاثنين ليهم نفس طول الرجل بالظبط، مع ان في فرق بينهم 17 سم، الا ان الفرق ده كله موجود في الجزء العلوي، ومع ذلك الاثنين يقدروا يلبسوا نفس البنطلون. ده مثال مبهر ومتفرد شويه يبين لك اهميه الابعاد والتوازن. طب لو انت قصير يعني 170 سم ونازل، المفروض تلبس ازاي؟ انا مش عايز الموضوع يشغلك قوي ويبقى اهم حاجه في تفكيرك وانت بتلبس ازاي تبان اطول، بس في نفس الوقت مش عايزك تلبس حاجه مش مناسبه ليك تخليك تبان اقصر. خلينا واقعيين، الطول حلو فمفيش سبب يخليك تلبس لبس يبينك اقصر لو انت ممكن ما تعملش ده. مبدئيا لازم تفهم ان اهم عامل بيبين جسمك اطول او اقصر هو طول رجليك. يعني لو قدامك الاختيار بين قطعتين لبس، واحده بتزود طول لجسمك العلوي والتانيه بتطول رجلك، اختار التانيه. وبما ان الرجل مهمه قوي كده فخلينا نبدا بالبنطلونات. التلبيس المثالي لاي راجل قصير هو سليم فيت. انسى البوي فريند، انسى الكارجو، انسى اي حاجه بتخلي رجلك اكبر من حجمها الحقيقي. لو عايز تلبس اوفر سايز كل فتره كمتابعه للترند مفيش مشكله، بس ما يبقاش ده ستايلك على طول. تفصيله تانية مهمه في البنطلون هي الحجر المظبوط او الحجر اللي مش ساقط. منطقه الحجر لو طويله قوي هتاخد من رجليك وهتبينك اقصر، عشان كده حاول دايما ان حجر البنطلون يبقى على قد لا مؤاخذه حجرك بالظبط. بالنسبه لطول البنطلون فالطول المثالي هو الطول المظبوط، يعني قد رجلك بالظبط من غير ما يبقى فيه طول زياده او كلكعه على الكوتشي. كمان حاول تتجنب انك تتني البنطلون عشان الحركه دي بتبينك اقصر. اخيرا رفعه البنطلون، لو سمحت ارفع البنطلون، خلي وسط البنطلون عند عظمه الحوض بتاعتك وممكن اعلى شويه، ده المكان المثالي اللي هيبين طول رجلك بالكامل. بالنسبه بقى للقطع العلويه فانت ما زلت محتاج تبين اكبر قدر ممكن من رجليك. يعني انت في الطول ده ما عندكش رفاهيه انك تلبس تيشيرت مغطي حجرك بالكامل او جاكيت واصل لحد ركبك، لازم قطعك العلويه تبقى قصيره شويه. التيشيرت او القميص يا دوب مغطين السوسته، الجاكيت يا دوب مغطي الحزام. حتى في البيت
البدل والبليزرات خليها بتخلص عند نص او اخر المقعده، ما تغطيهاش كلها. كل ما قصرت القطعه اللي فوق كل ما رجلك هتبان اطول. انا مش عايزك تلبس تيشيرتات قصيره قوي لدرجه ان رجلك تبان، بس انت فاهم قصدي بالظبط. وعلى فكره ده برضو يشمل طول الكم، لو انت قصير ما ينفعش طول كم القميص او الجاكيت يبقى طويل بزياده، روح للترزي. ولو عندك قميص طويل ومش عايز تقصره هيبقى الاحسن انك تدخله جوه البنطلون. قميص مظبوط عليك جوه بنطلون مظبوط عليك هو اللوك المثالي لاي راجل قصير. طبعا لو رجلك رفيعه قوي ممكن دي ما تبقاش افضل نصيحه، فحاول توزن الدنيا. بالنسبه للطبقات والجواكت فكل ما كان الجاكيت سليم وقريب لجسمك كل ما كان احسن. يعني الجواكت الجلد والجينز هتبقى افضل لجسمك بكتير من الجواكت البامب او الجواكت المنفوخه والضخمه. بالنسبه للاحذيه حاول تلبس بوتس او كوتشيات مش بلات قوي على الارض، بس في نفس الوقت نعلها مش ضغط، خصوصا لو رجلك رفيعه. انا عارف انك عايز الطول الزياده ده، بس لازم تحترس من بطوطه افكت. ندخل على الالوان، وطبعا احسن تنسيق الوان هيناسب الجسم القصير هو المونوكروماتيك بالالوان الغامقه. يعني اوتفيت كله باللون الاسود او الكحلي او الرمادي، مش لازم نفس الدرجه بس درجات متقاربه. هل لازم تلبس كده على طول؟ اكيد لا، بس اللي لازم تتجنبه على طول هو انك تقلب مره واحده من فاتح لغامق لفاتح في نفس الطقم. يعني تيشيرت ابيض بنطلون اسود كوتشي ابيض، او قميص كحلي بنطلون اوف وايت وجزمه بني محروق. اوتفيت مش وحش وانا بحب البسه كتير، لكنه اكيد مش اكتر طقم هيخليك طويل، فحاول توزن اولوياتك. برضه لو اتكلمنا في النقاشات فانا بفضل لو جسمك صغير انك تلبس نقاشات حجمها صغير، يعني مربعات او كرهات صغيره، لان المربعات الكبيره قوي هتبينك انت اصغر. كمان الهدوم المقلمه بالطول هتبقى مناسبه قوي لجسمك، سواء كنا بنتكلم عن القمصان او البنطلونات، وهي عموما ترند بقى لها فتره، فحاول تستغل الترند ده. اخيرا الاكسسوارات، حاول بقدر الامكان ما تلبسش اكسسوار حجمه اكبر منك. الساعات الضخمه او الحظاظات الكبيره او الكرافتات العريضه مش هتبقى مناسبه ليك. احنا عايزين نعمل توازن. الحزام ده نقطه خلاف، صحيح انك ما تلبسش حزام هيبينك اطول، بس في نفس الوقت انك تلبس حزام هيخليك اشيك بكتير. عشان كده انا شايف انك تلبس حزام، بس خليك في الحزام الرفيعه اللي التوكه بتاعتها حجمها معقول مش كبيره. طيب لو انت في المنتصف، يعني طولك 172 176 180 182، المفروض تعمل ايه؟ بشكل اساسي مش المفروض تعمل حاجه، ممكن عوامل تانية في جسمك تخليك تميل لتفصيله معينه، زي ان جسمك رفيع قوي او تخين قوي. بس في نقطه الطول انا مش شايف انك لازم تهتم. ده ما يمنعش ان ممكن يبقى طولك 185 سم، بس اهم حاجه عندك في الحياه انك تبان اطول، او طولك 165 سم واهم حاجه انك ما تبانش رفيع. حدد اولوياتك والبس على اساسها، حتى لو مصطفى بيقول لك غير كده. واخيرا انت مش مطلوب منك انك تلبس عشان تبان اطول او اقصر او اتخن او ارفع، انت حر تلبس اللي عايزه، او ما تلبسش خالص وتنزل من البيت من غير هدوم. شرطه الشياكه مش هتوقفك، بس لو ما لبستش خالص ممكن الشرطه العاديه توقفك. او مش عارف، في شحات بشوفه كل يوم في نفس المكان مش لابس هدوم وعمر ما حد مسكه، فلا اعتقد الشرطه العاديه مش هتوقفك، انزل من غير هدوم عادي. المهم انا بقول لك ازاي تلبس عشان يبقى جسمك ومظهرك احسن، فلو ده مش فارق معاك خلاص اعمل اللي انت عايزه. وعموما انا عايزك تشوف الفيديو ده برضه، اعتقد انه هيفيدك ويديك معلومات تانية تقدر تشوفه من هنا. شكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.